السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا اشتراك في القناة وضغط لايك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بألبان البقر فإنها دواء، وأسمانها إنها شفاء، وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. ورد هذا الحديث في صحيح الجامع. وإياكم ولحومها أي احذروا من الإكثار في أكلها، أي لحومها، لحوم البقر، فإن لحومها داء. قيل فيها مرض لمن أدمن عليها، أي أفرط في أكلها، لأنها عسر الانهضام، أي عسيرة الهضم، بطيئة الانحدار، يولد الأمراض السوداوية، يعني لحم البقر، كالبهق والجرب والقوباء والجذام وداء الفيل والسرطان، وكذلك الوسواس وحمى الربع وكثير من الأورام. وجاء في الحديث النهي عن الإكثار من أكل لحوم البقر، وليس التحريم، أي ليس تحريم أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله أكلوا لحوم البقر، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله في حجة الوداع بالبقر. انظر للطب النبوي لابن القيم رحمه الله، فبهذا فكل مرض يؤثر على صحة الجسم وخصوصا المعدة فإنه يؤثر سلبا على الصحة الجنسية. وفي الختام لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.